بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الخيرين وأمته والمسلمين أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله العظيم وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته، فإن التقوى شعار المتقين ودثار المؤمنين ووصية الله في وفيكم أجمعين. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم اجعلنا هداة مهديين من أتباع سيد المرسلين، لحوضه واردين شاربين لأثره مقتفين، لجنان الخلد وارثين، نحن والدينا وذرياتنا والمسلمين أجمعين، آمين آمين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، لا يخفى على أحد ما يحدث اليوم لهذه الأمة من فتن ومعارك ومحن أحاطت وهي تحيط بالأمة المحمدية من قبل أعدائها على مدى العصور والأزمنة. أريد اليوم أن أسلط الضوء على أمر جلل، وهي الجهات التي تقود هذه الفتن والحروب على المسلمين، لكي يفهم المسلم وتفهموا حضراتكم لماذا أنتم محاربون أو كيف تحاربون. أيها الأحباب، باختصار، الغرب، وأنا قلنا في جمع ماضية، عندما جاء الإسلام وهدم في سنين قليلة معدودات أعتى إمبراطوريات على وجه الأرض، الفارسية والرومانية أو الرومية. هدم الروم وفارس، قضى قضاء مبرما على الإمبراطورية الفارسية، فتدارك الروم أمرهم والبيزنطينيون، فزرعوا الفتن في بلاد المسلمين. ولكم أدلة طويلة. أبسط دليل الاغتيالات التي طالت قادة الأمة وخلفاء المسلمين وأمراء المؤمنين، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي. لا تظنوا أن مجرد اغتيالاتهم اجتهادات شخصية وأمور فردية، لا هي مؤامرات. وأعطيكم دليل. كلنا نعرف قصة سيدنا عمر عندما جاءه رسول ملك الروم ويبحث عنه: أين أميركم؟ أين أمير المسلمين؟ أين خليفة المؤمنين؟ أين ملككم؟ دلوه، انظر. فجاء وإذا بسيدنا عمر نائم تحت شجرة في أطراف المدينة. قال: حكمت فعدلت فأمنت فنمت. ثم عاد إلى بلاده وأخبره. طيب، لماذا يأتي أبو لؤلؤ المجوسي عابد النار فيدخل بين صفوف المسلمين في صلاة الفجر فينتظر المسلمون يسجدون فينقض على سيدنا عمر فيطعنه؟
أما استطاع أن يقتله وهو نائم تحت شجرة أو في أطراف المدينة؟ رسالة واضحة في علم السياسة وفي قانون الدول أننا لازلنا موجودون بقوة ونستطيع أن نصل إلى رأسكم في أقدس صلاة عندكم وفي تجمع قوتكم نستطيع أن نصل. وكذلك فتنة سيدنا عثمان عندما حصر في داره 40 يوما حتى الماء منع يدخل إليه. وكذلك عندما قتل سيدنا علي وهو ينادي الصلاة الصلاة أيها المسلمون، فخرج ابن ملجم الملعون فقتله. وكانت الخطة هي قتل 3: سيدنا علي ومعاوية وعمرو بن العاص، وقتل سيدنا الحسين. والله مؤامرات لهذه الأمة. والدليل اليوم الكيان الصهيوني هو مجرد مرتزقة. الغرب عمل على تفكيك المسلمين من 1400 سنة. عندما لم يستطيعوا زرعوا هذا الكيان في أرض المسلمين. والدليل اليوم الكيان منهك في قتاله في غزة. كيف يقصف لبنان ويدخل في حرب مع لبنان؟ طيب أنت في غزة وأرض قطاع ومقاتلي حماس لا يتعدون الآلاف، 10,000 ما يصل ربما 10,000 على أكبر تقدير. تدخل الآن مع حزب الله عنده 100,000 مقاتل وعنده صواريخ وأسلحة. إذن ما الذي يحدث؟ وعندما ترى إلى أفراد الكيان الصهيوني ما يسمى زورا بإسرائيل، كلهم مستعدون للقتال، كلهم مجهزون مدربون. الغرب زرع هذا المركز وجعلهم أنتم مرتزقة. خذوا أراضي، استولوا لسببين: الأول السيطرة على منطقة الثروات في الشرق الأوسط، ثروات الطبيعية، النفط، الغاز وغيرها. لابد أن يكون لديه مركز عمليات متقدم، فرقة عسكرية، قاعدة، هو جعل دولة عسكرية. ولهذا يدعمها الغرب بكل ما فعلت، خصوصا القادة. الشعوب ماذا يفعلون؟ القادة يقول لك هذه قوات عسكرية لنا. أي رئيس يأتي لأمريكا، لبريطانيا، لفرنسا، الكل تدعمه لأنهم جنود يأخذون مرتبات مرتزقة. هذه الأول. الثاني لهدم الإسلام. وكما قلت في الجمعة الماضية، الغرب الذي جعل الناس سنة وشيعة وعرب وأكراد فرق المسلمين لكي يسيطر، زرع فتن بين المسلمين، يريد أن يتباغر ويتناحر المسلمون فيما بينهم. لأن كما قلنا تجارة الغرب قائمة على الدعارة وتجارة الأعضاء، والإسلام يحرمها. قائمة على المخدرات والخمر، والإسلام يحرمها. قائمة على المعارك والقتل، والإسلام يحرمها. لكي تشتغل عندهم المصانع والمعامل، مصانع الأدوية والأسلحة، وهكذا هم هكذا يجمعون المال. الإسلام يحرم الربا، والغرب هو راعي الربا الأول في العالم. ولهذا الإسلام يضرب مصالحهم. فكيف يقضون على المسلمين؟ بهذه المؤامرات. فلا يظنن أحدكم أنه عندما يجيء إلى بيت الله فيصلي هو أدى عبادة فقط. لا، أنت في جهاد
بمجرد قدومك إلى بيت الله، بمجرد أن تأتي بابنك، بزوجتك، بابنتك، بأخيك، بجارك لكي يصلوا في مسجد في بيت من بيوت الله، والله أنت بهذا ترفع السلاح لتنحر الغرب. بمجرد مولد نبوي بسيط واجتمع الناس يصلون على رسول الله، أنت تضرب الغرب بأسلحة فتاكة. بمجرد أن يرى الغرب أن الشيعة والسنة وكل المذاهب تجمعوا على كلمة واحدة وتحت سقف واحد وفي مكان واحد، أنت ضربتهم قنابل شطارية ونووية، لأنك عرفت منهجهم وعرفت خططهم فعملت. فالعبرة ليست بالقتال بالسلاح، أهون شيء السلاح. يا أحباب أختم كلامي، خذوها قاعدة: الأسلحة لن تصنع التاريخ، إنما الذي يصنع التاريخ هي العقيدة والفكر. فالسلاح لا يهزم فكرا، والفكر لا يهزم عقيدة. مهما كان السلاح قويا لن يستطيع أن يبيد البشرية، ولن يستطيعوا أن يقضوا على العقول ولا على القلوب. فإذا كان إيماننا في قلوبنا وفكرنا في عقولنا، كل أسلحة الغرب هباء. كم قتل من العراقيين ومنذ 20 عام، بل وأكثر منذ الثمانينات والتسعينات وإلى اليوم، وأرادوا أن يقضوا على المساجد وما استطاعوا. أرادوا أن يزرعوا الفتن بين المسلمين، والحمد لله رد الله كيدهم في نحرهم. إذن فهي حرب على الإسلام منذ 1400 عام، ولكن بوجوه متغيرة وبأساليب متعددة. فينبغي عليك أن تكون واعيا وثابتا وداعيا إلى بيت الله، لأن كثرة المصلين رجالا ونساء أنت بهذا تثبت بأنك تنصر دين الله، وإن تنصروا الله ينصركم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما فقها في الدين، وانصرنا على القوم الكافرين الظالمين، واغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ويا فوز المستغفرين. الحمد لله ولي الحمد، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعد، سيدي وقرة عين قائد لواء المجد بالزهراء محمد، عليه من الله أفضل الصلاة وتم التسليم، على آله وأصحابه أمته والمسلمين أجمعين. أما بعد أيها الأحباب، الغرب والصليبيون واليهود ينفقون أموالهم ليضلوا الناس عن دينهم ويبعدونهم عن بيوت ربهم وعن منهج نبيهم عليه الصلاة والسلام. والرسالة التي يجب أن تصل منا تمسكنا بدين الله، والتزامنا بشرع الله، وذهابنا إلى بيوت الله. فنريد أن ننهض بهذا الجامع وكل جامع بحضورنا، بدعوة أحبابنا، جيراننا، أبنائنا، نسائنا، بناتنا إلى بيت الله، لأن الغرب إذا نظر إلى ذاك علم بأنه خسر المعركة. ودليل أختم كلامي، عندما أحرق اليهود المسجد الأقصى سئلت جولدا مائير: أما تخافون من المسلمين؟ أما تخشون نهضتهم؟ أجابت إجابة عجيبة، هي قالت: ما نمت تلك الليلة خشية أن يقوم المسلمون بالهجوم علينا، ما نمت، ولكن عندما طلع النهار والصباح عرفت بأنها أمة نائمة.
ونخشى منهم. وانظر إلى خطورة الجواب. نخشى من المسلمين إذا كان مصلو الفجر بعدد مصلي الجمعة. إذن فهي تعلم أن مصدر قوتنا صلاتنا وجوامعنا. إذا كان مصلي الفجر بعدد مصلي الجمعة، طيب إذا هو عرف نقطة قوتك إذن فهو يقاتلك لأجلها. ففرقوا الصفوف بطوائف، مذاهب، كلام، مناهج. والله عز وجل قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذن بمجرد أنك تصلي إذن أنت تستعد وترد على هؤلاء بأننا لازلنا أمة قادرة على جمع شتاتها ولم شملها ونصرة دينها ورفع راية نبيها بإذن الله سبحانه وتعالى. مكمل علوم الأولين والآخرين مولانا مولى الثقلين بالقاسم محمد. فيا أيها الراجون إلى زلال منهله الشريف أكثروا من الصلاة والسلام عليه، لأن صلاتكم وسلامكم نور على الصراط حين تمرون عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد القائل: إن في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يلقاها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له. اللهم انصر لنا ديننا يا الله، واخذل عدونا يا الله، وحد صفوفنا يا الله، ارفع رايتنا يا الله، اصلح ذات بيننا يا الله، شاف مرضانا، عاف مبتلانا، ارحم موتانا، فك اسرنا واسرانا، اختم بالصالحات اعمالنا، انصرنا على من عادانا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم انصر اهل غزة وفلسطين يا قوي ويا متين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم ومن حالفهم ومن أيدهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وأرنا فيهم قوتك في اليوم والغدا يا الله. اللهم إلهنا من العراق والعراقيين وأمن بلاد المسلمين أجمعين. اللهم ارحم من انشا هذا المكان وعمل فيه لله من خير واحسان. اغفر اللهم وارحم لكل من امن وخطب فيه واذن واقام وصلى وذكر الله فيه، واغفر لجاره ولاهل حارته ومنطقته ولمن يقوم على حمايته وحراسته وللمسلمين اجمعين. اللهم الهنا واغفر وارحم لكل من امن وخطب فيه واذن واقام وصلى وذكر الله وقرأ القرآن فيه. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحم آباءنا وإخواننا وللمسلمين ولكل من أنفق وتصدق في سبيلك ونصرة للمسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين وأصحابه الخيرين وأمته المسلمين أجمعين. عباد الله اعلموا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقول قولي هذا وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.